العنوان اللي انت قريته ده مش غلط. انا فعلا بقالي 7 ايام ما شفتش الكتاب. طيب 7 ايام كنت بعمل فيهم ايه او عملت فيهم ايه؟ هل كنت بعمل حاجة مفيدة؟ اكيد لا طبعا. اليوم الاول كان اجازة محاربين. عشان انا ذاكرت جامد او اقنعت نفسي ان انا ذاكرت جامد الاسبوع اللي قبله، فقلت اخد يوم اجازة. اليوم التاني شفت فيديو واحد، بعد كده الفيديو جاب فيديو تاني، الفيديو جاب فيديو طبخ، مش عارف ليه بس اهو. الفيديو جاب فيديو قطط، ولقيت نفسي بعمل مكرونة الساعة 3 بالليل. فانت تقسم كده ان اولا ما ذاكرتش، ثانيا ان انا بوظت جدول نومي، ثالثا ان انا راكمت. وكله ده بسبب ايه؟ بسبب كلمة واحدة بس لازم تتحط عليها تقيل، مش هقولها طبعا. اليوم التالت والرابع كانت مرحلة ان انا هبدأ بكرة، والخطة العبقرية بقى انا بقنع نفسي ان انا لا، انا لازم انام دلوقتي، او مثلا اخلص او مش خلصت لازم ننام. لازم نسيب المذاكرة دلوقتي ونذاكر الساعة 7 الصبح مثلا، مش ينفع دلوقتي انت خلاص مخك ده كله ده نفسك بتقولك كده أو الشيطان. آه، قعدت أعمل جدول مثلا أحلى من جدول المترو، ألوان وخطوط ومواعيد ودقيقة بس أنا نسيت نقطة مهمة، إني لازم أذاكر الجدول. الفعل نفسه اللي هو المذاكرة ما حصلش. وصلت اليوم السابع وبصراحة الإحساس بقى تقيل. الموضوع مش إجازة، أو الموضوع مش أجازة، خلاص ده بقى كابوس. المذاكرة المؤجلة. عارف إن في كتير منكم دلوقتي قاعد بيأنب نفسه وعمال يحسب فاضل لي كام شهر. وأنا كده خلاص ضعت. الإجابة لأ، لسه ما ضعتش. في مقولة بتقول الوقت كالسيف، أو الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أنا بقالي 7 أيام السيف بيقطع فيها حرفيا. بس الحقيقة القهوة هي مقولة تانية بتقول خير البر عاجله. اللي فات مات، اللي فات مات بجد. ال7 أيام اللي فاتوا بإذن الله مش هيبقوا 8، مش هينفع أزودهم في آخر السنة. بدل ما 360 يوم 367 مش هينفع. لكن الأكيد إني لو زودت تاني هتبقى كارثة. الحل مش إننا نذاكر 20 ساعة، الحل إننا نبدأ من الصفر. من الصفر زي أول يوم، بس بتركيز. نذاكر ساعتين أو 3 بجد أحسن من نذاكر 10 ساعات ونوهم نفسنا على الفاضي.